دليل آخر أيها الأحباب من الأدلة التي تدل على أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جائز وليس بدعة. النبي كان يحتفل بيوم ميلاده صلى الله عليه وسلم، كان يحتفل النبي بميلاده، لكن الاحتفالات يتبدلوا، طريقة الاحتفال تتبدل. سئل النبي عن صيام يوم الاثنين، قالوا يا رسول الله علاش تصوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه، هذاك النهار زاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك يوم ولدت فيه، فرح بميلاده صلى الله عليه وسلم. أدلة كثيرة تدل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والابتهاج به، وهذا ما ذكره ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. اقرأوا يا شباب، اقرأوا، إنسان يقرأ العلم ويسمع، ماش غير شباب في الفيسبوك صيد. هذا الدين هذا والدنيا هذه ما فيهاش 4 علماء. جاني واحد الشاب قال لي نستعرف غير 4. انت شكون انت باش تستعرف ب4؟ من انت؟ من خول لك؟ حالق اللحية لا شك ان حالق اللحية انه فعل محرما، وهذه معصية ظاهرة، فلا يجوز ان يقدم للإمامة او ينصب للإمامة، ما يجوز. اما اذا جئت ناس يصلون امامهم حليق، صل معهم ولا تترك صلاة الجماعة، لكن عند الاختيار تقديم أو تعيين الإمام لا يعين لها من تظهر عليه المعصية، لأنه قدوة يقتدي به الناس. نعم.